السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع جبته الصغير أصوات استغاثة وصراخ مع مقدم الليل، فانكمش بين الأغصان لأنه وجد أن المسوخ وصلوا إلى أن هم يقتلوا الرجال أبشع قتله. رجال القبيلة قتلوا، ولم يكن هناك إلا الجد جبته مصريم اللي كان بينزف دما، واللي نصح الحفيد بأنه يختبئ من المسوخ وإلا يلقى نفس المصير. ورغم ان الموقف ده كان مأساوي بامتياز، الا ان جبته الصغير بيسمع صوت استغاثة من جبتانة الصغيرة التي سقطت في حفرة اثناء المذبحة. ورغم ان ده اشعره ببعض الطمأنينة، الا ان رائحة المسوخ الكريهة ابتدت تسيطر على المكان مرة تانية، وما كانش قدامهم غير ان هم يشعلوا النار من سقوط بعض الحزم الجافة على الجذع المشتعلة. وبتسير الحياة من جديد، بتمر الأيام حتى يأتي يوم تلمح جبتانة كهف بيخرج منه مجموعة من البشر بيردوا وبيرددوا كلمة جبتو، نفس الرمز الإشاري للقبيلة. كان منهم لبانو وزوجته لبانة وأبنائهم كوفة وكوفو اللي هربوا من المسوخ، ووقتها اتكلموا معاهم ووافق الجميع على العودة للقرية. وفي الطريق حكت لبانة ازاي ولادها عرفوا حاجة اسمها أوعية فخارية. حصل كده لما ترك الطفلين أوعية طينية يلعبوا بيها فوق الحطب، فتحولت بالفعل لأوعية فخارية، وعرف الجميع معنى كلمة الفخار. وهي في الحقيقة الفخار مش مجرد كلمة، لا ده معنى حضاري كبير أضيف للقرية دي. الناس عرفت الفخار، أو الناس الباقية الموجودة عرفت الفخار. ولما رجع الجميع انتشرت رائحة المسوخ مرة تانية، فما وجدوش قدامهم غير ان هم يشعلوا النار حتى تفر مذعورة. وبيمر الوقت وبينضج جبتو وجبتانة، وابتدع جبتانة طفلين هما كونا وكونو. اللي حصل ده او الوضع ده او الميلاد كان في موسم الفيضان ومع نهاية مصر، الوقت ده اللي بينهي فيه حابي اللي بيقيم في جنات عدن استخدامه للشادوف المقدس اللي كان استمر العمل بيه أشهر الفيضانات الثلاثة بقونة وأبيب ومصر. ده تخيل القبيلة، هم تخيلوا ان حابي النيل كان فعلا شخص بيقيم في الجنة، وهو كان بيستخدم الشادوف اللي كان بيجيب لهم الفيضانات. عموما الدنيا اتغيرت شوية، وبقى لكل أسرة الخص الخاص بيها، وكمان حتى الأطفال اللي فقدوا أمهاتهم. ووجدت نار للقرية قريبة من خص جبتو اللي كان دايما بيفكروا بجده. وهو دلوقتي جبتو عرف أن الجسد يفنى لأنه من تراب الأرض، ولكن الروح لا يمكن أن تفنى، وخاصة أن جده لا يتركه ودايما على باله، ودايما بيقوله أشياء يستفيد منها. عموما الوقت ده ابتدت تظهر التجارب في القرية. يعني مثلا هنلاقي كوفة بتصنع خص صغير لقطتين وتطليب الطمي، فيبدأ الجميع في معرفة ان هم يطلوا الأقصاص بالطمي ويزودوها بأغصان الشجر. وبيواجه شاسو ابن جبتانة حادث سيء جدا لأنه بيختطف وهو طفل صغير بواسطة طائر عملاق، فيعرف الجميع أن عليهم الالتزام بحمل الحراب داخل أسوار جبتانة. وبتؤسس حظيرة في القرية لتضم بقرة ووالدها، ويكتشفوا أن عليهم حلبها للحصول على اللبانة أو اللبن. وكل دي مفاجآت سعيدة باستثناء اللي حصل لشاسو، لكن أسعد مفاجأة أن هم كانوا يعثروا على بشر آخرين ويقتنعوا بضرورة التئام الشمل. في يوم بيحدث ما هو أسوأ مما حصل لشاسو الصغير. في يوم بيخطف شيطانان من المسوخ كونا وكوفا، وبيتقدم الجميع في شكل 3 مجموعات، واحدة بقيادة جبتو، والأخرى بقيادة لبانو، والثالثة بقيادة دان اللي كان قائد المنضمين إليهم. وأشعلوا النار وأحالوا ليل المغارة لنهار. ورغم انه واقع تعيس جدا، الا انه في الحقيقة فتح لهم الباب ان هم يتخلصوا من المسوخ الى الابد او الى حين. مفيش حاجة ممكن تعتبر الى الابد، لكن ساعتها اعتبروا ان ده بشكل مطلق.
وفعلا بالطريقة دي استطاع الجبتيون إن هم يوصلوا للمنحدر الأخضر اللي ممتلئ بأشجار النخيل والجميز والصفصاف والكافور والأغصان المتسلقة للعنب. وأصبح فيه سؤال غير معتاد على الإطلاق. السؤال بيقول: ليه ما يكونش هنا فيه قرية تانية؟ وبالفعل أسسوا جبتانة التانية المحصنة البعيدة عن مياه الفيضان المطلة على جنة مليئة بالخيرات. كان بيت جبتو مكعب الشكل قريب من النار، واستخدم في بنائه الطين والحجر الأبيض والنباتات. وفعلا بيكبر جبتو وبيخلي لعين شمس اللي هو المكان ده الوطن المختار مكان للتعبد، وبيلزم الرجال والنساء إن محدش يعرف الآخر إلا بعد القران المقدس، وبيسمح بنار وحظيرة لكل أسرة مع الاحتفاظ بالنار العامة، وبيجعل وظيفة القضاء لبعض المبجلين اللي تأثرت قلوبهم بالحكمة. اتكلمنا عن عين شمس اللي كانت وطن جبتو المختار. أما منف فأصبحت وطنا تحت زعامة دان قائد المنضمين، اللي أعاد بناء الأخصاص وسور القرية باستخدام الأخشاب وطمي النيل وحزم البردي واللوتس. وبعد 10 سنين من تأسيس عين شمس صارت طوافات من منف بقيادة دان ليحطوا الرحال على لسان متصل بالشاطئ. أطلقوا على المكان ده اسم ميدوم، وهو اسم أول شاب ينزل من طوافته على الشاطئ. وفي رحلة أخرى لجبتو انحرفوا شرقا في النيل ليجدوا امرأة وحولها نساء تقول: أتريب أتريب. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يا ترى جبتو مصرايم هيقبل نساء أتريب زي ما قبل اللي قبلهم رغم اختلاف اللسان؟ وإيه حكاية قرية اللاهون؟ ومين هو البطل أوزير اللي هيظهر بعد مشكلة كونو والكاهن موبي؟ مين هما المتحدون بالقلب واللسان؟ المرة الجاية إن شاء الله هنستكمل حكاية مصر المحروسة، حكاية البدايات. المرة الجاية، سلام عليكم.